عمرك سألت نفسك هو ليه أغلب التجارب العلمية بتتعمل على الفئران والقرود؟ يعني هو مفيش حيوانات غيرهم يتعمل عليها تجارب؟ في الحقيقة إن اختيار الاتنين دول ما جاش بالصدفة خالص، وده لأن الفار بيشبه الإنسان أكتر مما تتخيل، لأن الحمض النووي بتاع الفار بيشبه الحمض النووي بتاع الإنسان بنسبة 85% تقريبا، علشان كده لما العلماء يجربوا دواء أو يدرسوا مرض عليه، النتائج بتكون قريبة جدا من اللي ممكن يحصل في جسم الإنسان، وكمان عمر الفئران قصير جدا، وده بيساعد العلماء يشوفوا تأثير الأدوية أو التغيرات الجينية في شهور قليلة بدل سنين. غير كده الفئران صغيرة ورخيصة وسهلة تتربى وتتكاثر بسرعة، وده بيسهل التجارب من غير ما تحتاج موارد ضخمة. أما القرود فبيستخدموهم في التجارب الكبيرة اللي لها علاقة بالمخ والأعصاب واللقاحات، لأن جسمهم وجهازهم العصبي قريبين جدا من الإنسان، وسلوكهم كمان بيشبه سلوك البشر في حاجات كتير. يعني قبل ما الدواء أو التجربة تتجرب على البشر لازم الأول تتجرب عليهم. بس الموضوع مش عشوائي ولا قاسي زي ما ناس فاكرة، لأن العلماء ملتزمين بقوانين صارمة بتضمن تقليل الأذى للحيوانات، ولو في بديل عن الحيوان لازم يستخدموه، ولو اضطروا يستخدموه يقللوا العدد لأقل حاجة ممكنة، ويطوروا الطريقة اللي بيستخدموها علشان الألم يكون بسيط أو شبه معدوم. يعني باختصار العلماء ما اختاروش الفئران والقرود علشان رخصهم، لكن لأنهم أقرب لينا أكتر مما تتخيل. وفي الآخر لو استفدت بحاجة ما تنساش تتابعني.